بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلب المتابعين، يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير، أنا عارفة إن أنا طولت عليكم بس لظروف غصب عني. هنعمل بقى النهاردة طاجن مكرونة بشاميل كده. هنبدأ بأول حاجة نعصج اللحمة بتاعتنا. معايا بصلة كبيرة مفرومة أو بصلتين متوسطين، ومعايا نص كيلو لحمة، ومعايا طماطم وفلفل مقطعهم صغيرين. أول حاجة بقى معلقة زيت كده على معلقة سمنة، وانزل بقى بالبصل بتاعي اشوحه كده واصفر البصلايه. تمام، تاخد بس لون. وبعد كده بقى ايه، ابدا انزل باللحمه بتاعتي المفرومه. بعد ما البصلايه كده ايه لونها يبقى ذهبي كده، البصلايه خدت لون ذهبي حلو كده، نبدا بقى ننزل بنص كيلو لحمه مفرومه او اللي عندك بقى. بس طبعا بتقللي كميه البصل وكميه ايه الفلفل الاخضر والطماطم. انا بقطع بس بالظبط للنص كيلو 2 قرن فلفل، وبقطع طماطمايه صغير بحطهم بقى. وبشوح بقى ايه اللحمه بالخضار ده كده. عايزه اقولك الريحه بتاعتها بتبقى تحفه ولونها حلو قوي. ولا بحط معجون صلصه طماطم ولا عصير طماطم ولا اي حاجه. شوحيها بالطريقه ديت وهتعجبك وهتبقى خفيفه وجميله قوي. تمام. بعد بقى ما تبدا بقى الخضار بتاعي يدبل، هنبدا بقى ننزل بالتوابل بتاعتي اللي هي ملح وفلفل ورشه جوز الطيب وحبه من الكمون. نبدأ بقى نعمل البشاميل بتاعنا. هنجيب 3 معالق من الدقيق عليهم 3 معالق من السمنة. هنحمر الدقيق يصفر معايا ياخد لون كده، بس على نار هادية خالص. انا عملت كذا مرة معاكم صوص البشاميل دوت ووريته لكم، بس المرة دي برضو هعمل الوصفة كلها كاملة مع بعضها علشان تشوفوا الطريقة بالظبط عاملة ازاي. بعمل طاجن مكرونة بشاميل ملوش حل، وهتشوفوا انتوا كمان وهتحكموا بنفسكم. تمام. هنبدأ بقى نحمر الدقيق. ال3 معالق دقيق بياخدوا معايا كيلو من اللبن. تمام. بدأ اهو البشاميل يغلي معايا، وهنا كنت بغلي ميه علشان اسقط فيها المكرونه واسلقها. تمام. هنبدأ بقى البشاميل كده ياخد الدقيق بتاعي ياخد لون حلو، وابدأ بقى انزل باللبن بتاعي وايه، وبحط بقى مكعب من المرق، وبحط حبة ملح وحبة فلفل اسمر. بس هو ده بس ايه التوابل بتاعت البشاميل بتاعتي. هوطي عليه بقى برضه زي ما احنا ماشيين، ان احنا بادئين نار هاديه خالص، هيبقى كده لحد ما يغلي. تمام. حبة بقى الفلفل الاسود بتوعنا، ونقلب بقى كويس جدا وعلى نار هاديه ايديا فيه على طول. ما اسيبش خالص البشاميل واروح اعمل حاجه تانية. اهم حاجه بقى البشاميل بتاعي زي ما احنا قلنا على طول ايدينا فيه. ويا سلام بقى لو عندنا حبه كده من الكريمه اللباني نحط كده شويه. تمام. وما خليش بقى ايه سمكه يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، يبقى سمكه وسط كده، لان لسه طبعا المكرونه لما تخش الفرن هتتقل معايا. هنا بقى كل حاجه كانت جهزت معايا. البشاميل بصوا بقى هوريكم سمكه عامل ازاي، والمكرونه خلاص اتعصجت، والمكرونه بتاعتي اللحمه قصدي اتعصجت، والمكرونه اتسلقت. وما بسلقهاش قوي علشان عارفه ان هي لسه برضه هتاخد شويه في الفرن. ابدا بقى انزل بشويه كده من البشاميل اهو، سمك ولا تقيل ولا خفيف، عشان لما تطلع من الفرن تبقى جوسي كده وطريه وحلوه. خلاص. نبدا بقى نوزع البشاميل كده على المكرونه. تمام. وبعد كده بقى نبدا ننزل بيها في الطاجن. الطاجن بقى بتاعي بنزل فيه كده بكبشه من البشاميل اللي بوزعها كده. وببدا بقى انزل كده بالمكرونه بتاعتي بجزء منها كده في قعر الطاجن في الاول. وبعد كده بقى ايه بسويها كده وبظبطها. بقسم بحاول اقسم بقى ايه الطاجن بتاعي. انا بشرح لكم واحده واحده عشان ايه البنات والعرايس الجداد كده يعملوا حاجه حلوه كده في بيتهم ويبقوا ايه ستات بيوت زي العسل. تمام. هنبدا بقى ننزل بعد كده باللحمه المفرومه. تمام. اهو سويت اهو المكرونه بتاعتي. نبدا ننزل باللحمه المفرومه بتاعتي وايه، وبعد كده ننزل. شايفين الشكل، شايفين اللون، يا لهوي. الا كمان بقى لو كنت دقتها من ايد ام جنة كانت هتبقى في حته تانية خالص. جربوها بقى بالطريقه ديت وهتعجبكم. بحب انزل برضو برق بشاميل كده تاني علشان خاطر تثبت معايا، ما تبقاش ايه يعني ما تبقاش مفككه كده من بعضها ولا حاجه. وبكمل بقى بقيه المكرونه بتاعتي وايه. وبعد كده بنزل بقى بحبه البشاميل الاخرانيين دول، وبدخلها الفرن. بكون مولعه الفرن قبلها ويا دوب بالظبط نص ساعه بالظبط، لان انا كل حاجه عندي مستويه وتمام. حابه تحطي بيض مفيش مشكله، بس اهم حاجه مش هنحط البيض على الوش خالص من فوق عشان ما يدهش قشره كده ويبقى فيها طعم زفاره شويه. لا، هنكسر البيضايه في حبه البشاميل اللي هتفهم على الوش، وحبه من الفلفل تاني صغيرين، وحبه ملح صغيرين قوي. واقلب كل ده مع بعضه، وابدا بقى اوزع البشاميل بتاعي من على الوش بقى. وهتشوفوا احلى طاجن مكرونه بشاميل. اللهم صل على النبي. هنا بقى كان عندي حبه من الموتزاريلا، نزلت بيهم كده على الوش بعد ما حطيت البشاميل، وابدا بقى ادخلها الفرن ونشوف شكلها هتبقى عامل ازاي.
يا سيدي يا سيدي، يا عيني يا عيني على الجمال والحلاوة. لا لا لا، ما اقدرش اتكلم اكتر من كده، انتوا نفسكوا انتوا اللي هتقولوا حلو ولا لا. ايه رأيكم بقى؟ احلى بشاميل ده ولا ايه من عندك يا مجنة؟ تحفة، والطعم كان جميل وخفيفة كده وبصوا تخلص في ساعتها. يلا جربوها، ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.